3 أخطاء هم ما زالوا بيتعملوا في تكتيك لعب الأهلي من أيام مارسيل كولر، وما زالوا موجودين مع خوسيه ريفيرو لغاية اللحظة اللي إحنا فيها دي. هاكلمكم عليهم واحدة، واحدة، بس هنتكلم سِنّة عن التاريخ لأن التاريخ عمره ما بيكدب. في 11 مايو 2014 كان في ماتش ما بين الأهلي وغزل المحلة، وكان حصل ضربة جزاء للأهلي، ومنفذ ضربات الجزاء للأهلي ساعتها كان محمد نجيب. نفس المشكلة هي تريزيجيه مسك الكورة وصمم إن هو اللي هيلعب ضربة الجزاء وضيّعها، والمهدي سليمان صدّها، عشان بعد 11 سنة تتعاد نفس المشكلة هي، وييجي برضه يمسك ضربة الجزاء ويكون المسدد الأول هو وسام أبو علي ويضيّعها، وتنتهي المباراة بإن الأهلي بيتعادل مع إنتر ميامي 0-0 في افتتاح كأس العالم. أهلًا بيكم في مجموعة حلقات The Master بيحلل كأس عالم للأندية، مجموعة الحلقات اللي هاحاول أوصّل لكم فيها أهم الحاجات اللي بيحصل في كأس العالم للأندية، أنا أتبسط وأنتم تستمتعوا بكل الماتشات في كأس العالم للأندية في أمريكا. امبارح طبعًا كان في ماتش الافتتاح ما بين الأهلي وإنتر ميامي، ماتش توقّعه ناس كتير أوي إن هو هيبقى في مصلحة إنتر ميامي، إنتر ميامي هيستحوذ بالطول والعرض، والأهلي مش هيعرف يعمل فيه حاجة. أنا كنت متوقع وكنت عارف إن الأهلي هيعمل ماتش حلو أوي، 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 بس ما كنتش متوقع أي حاجة من اللي هتحصل في الماتش بالطريقة دي. الأهلي امبارح لعب شوط أول للتاريخ، دي أقل حاجة ممكن نقولها فعليًا. إنتر ميامي الشوط الأول مش موجود تمامًا في الماتش، وكان في نقطة تحول في الماتش وهي ضياع ضربة الجزاء من تريزيجيه. بعد ضربة الجزاء انتهى الشوط الأول، نزلنا الشوط التاني الأهلي رامي المنديل بنسبة كبيرة. لا اللعيبة هي دي اللي كانت بتلعب الشوط الأول ولا نفس الضغط ولا نفس الشراسة ولا نفس الهجوم، وادّوا الشوط التاني تمامًا لإنتر ميامي. هنحلل طريقة لعب الفرقتين، هنقول إيه أهم الحاجات اللي حصلت في الماتش، وإيه اللي وصّل الماتش إن هو يخلص بالتعادل السلبي 0-0. بالنسبة لي هو تعادل بطعم الهزيمة للأهلي، وبطعم المكسب أكيد لإنتر ميامي بعد اللي حصل في الماتش. لو حبينا نتكلم على إنتر ميامي، إنتر ميامي بدأ الماتش ب4، 2، 3، 1 طبيعية عادية جدًا، ما فيهاش أي فكر، ما فيهاش أي تريكي، ما فيهاش أي تكتيك زيادة عن ال4، 2، 3، 1 الطبيعية. فعليًا أنت كنت بتلاعب فرقة امبارح هي عبارة عن ميسي وحارس مرمى اللي هو أوستاري، وما فيش أي حد ظهر في الفرقة تاني غيرهم الاتنين. أنت فعليًا امبارح ميسي بيلعب على الواقف، بيعمل اللي هو عايزه، بيرقّص، بيرفع، بيشوط في البعيدة، طلّع ميسي برّه إنتر ميامي، ما فيش أي وجود لفرقة إنتر ميامي في الملعب. هم لعبوا على إن أنا هالعب ضغط عالي، هاخلّي الكورة ما توصلش من ورا لقدّام من فرقة الأهلي، ما عرفوش ينجحوا فيها، لإن الأهلي كان عارف يطلع بالهجمة في الشوط الأول، بصعوبة شوية، بس أنت كنت بتطلع بكل هجمة، وكل هجمة تقريبًا كانت خطيرة على إنتر ميامي. لا بوسكيتس كان ليه تأثير ظاهر في نُص الملعب، ولا سواريز كان ليه أي حاجة تفتكرها في الخط الدفاعي على الأهلي. كل كور إنتر ميامي هي ميسي، ميسي، ميسي. نبعد عن إنتر ميامي شوية لإن هم فعليًا فرقة أقل من المتوسط بنسبة كبيرة، ونيجي للأهلي اللي المفروض الشوط الأولاني الماتش يخلص على الأقل 3-4، 3-4 للأهلي في الشوط الأولاني مستريح ب3 انفرادات وضيّع له ضربة جزاء. الأهلي بدأ برضه ب4، 2، 3، 1 بس كانت 4، 2، 3، 1 غريبة أوي بالنسبة لي. عندك 2، 6 في نُص الملعب، أنا أول ما شُفت الخطة بالطريقة دي، أنا كنت متوقع إن هيلعب 3 وحمدي فتحي هينزل ساقط ليبرو في النُص ما بينهم، وهيبقى في 6 مروان في نُص الملعب وقدّامه 2 تمانيات رمضان وإمام عاشور، وهتبتدي تلعب بقى خطتك مستريح باك هنا وباك هنا وتطلع بالهجمة عليهم، زي ما حاول يعمل في ماتش باتشوكا بالضبط. أنا اكتشفت إن أنت بتلعب ب2، 6 في نُص الملعب، واحد فيهم هيلعب مان على ميسي، اللي هو مروان عطية. هنخش في ريفيرو لبعدين شوية وهنقول إيه ال3 أخطاء اللي ما زالوا موجودين هنا وهنا لغاية دلوقتي. بس أنا اللي صعبان عليّا في الماتش ده فعليًا إن في لعيبة في الأهلي في الماتش ده ما كانتش تستحق الهزيمة.
وفي لعيبة هي ما جاتش فعليًا ومن الego بتاعة الأنا ضيّعت الفوز من الأهلي، تريزيجيه، حسين الشحات، محمد هاني، وكوكا. أول خطأ حصل وما زال موجود في الأهلي حتى الآن، إن أنت بتنفّذ الضغط على الفرقة اللي قدّامك. أنت المفروض لمّا بتلعب ضغط، إذا كان ضغط عالي أو ضغط متوسط من نُص الملعب زي اللي كان بيلعبه الأهلي امبارح، أنت المفروض تبتدي توجّه الضغط لجهة أنت عارف إن أنت هتعرف تقطع فيها الكورة، أو الجهة اللي أنت هتكدِّس اللعيبة بتاعتك فيها. ده ما بيحصلش. من أيام مارسيل كولر وبرضه في وجود ريفيرو دلوقتي، وحتى بوجود عماد النحاس في ال5 مُطوشة في الدوري، أنت بتوجّه الضغط غلط. الطبيعي إن أنا، يعني أنت زي ما كنت شُفت كده في ماتش باريس وإنتر، لعيبة باريس هي عارفة بتوجّه الضغط فين بالضبط، عشان كده هم عارفين كل لعيب بعد ما ده مثلًا لو اترقّص، هم عارفين الكورة رايحة فين وموجّهين الضغط لجنبين الملعب عشان يعرفوا يقطعوا الكورة بعد كده. هل أنت بقى لك أكتر من 3 سنين شُفت حاجة زي كده في الأهلي؟ لأ. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية، أنت لو عايز تتكلم على لعيبة في الأهلي، يعني مثلًا الشناوي. الشناوي بقى له قد إيه بيُنتقد في الأهلي، سَنة كاملة أو أكتر من سَنة، وكل الناس مقتنعة إن المفروض شوبير يبقى هو الحارس الأساسي للأهلي. أنا لو هاتكلم تحليل النهارده، أنا ما باتكلمش لا على موسم ولا على أي مجموعة ماتشات، أنا باتكلم تحليل على 90 دقيقة ماتش أهلي وإنتر ميامي. أي حاجة برّه الماتش ده هي مش ماشية مع الكلام اللي أنا باقوله حاليًا، لكن الأخطاء هي اللي موجودة من أكتر من موسم. أكيد أنا عقلي مش دفتر، فأكيد أنا هاقول لك مجموعة من الأرقام هي قدّامي دلوقتي وهاحاول أشرحها لك. زي مثلًا الشناوي. الشناوي امبارح اتشاط عليه 5 كور، 3 من برّه منطقة الجزاء، 3 من جوّه منطقة الجزاء، و2 من برّه، منهم الكورة بتاعة ميسي اللي كانت في العمق وحاول يحطها في البعيدة، راح الشناوي صدّها، والكورة اللي كانت من على الطرف وحطها R2 في البعيدة. كورة صعبة أوي، 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 وإن الشناوي يقدر يشيل كورة زي دي في الوقت ده، حلو. والكورتين اللي بالهيد اللي كانت من فافا والواد أبو شعر مرّة اللي هو كاسترو تقريبًا، اللي هو فعليًا كان في آخر 7 دقايق في الماتش وكانوا ضاغطين الأهلي جدًا. ال5 كور هو اتعامل معاهم كويس جدًا بنسبة 100%. فبالنسبة لي الشناوي امبارح هو كان واحد من أهم نجوم الأهلي في الماتش. أنا هاتكلم على اللعيبة الأول اللي أنا شايفها من وجهة نظري هي أدِّت وحرام إن هي تطلع بالتعادل من الماتش ده. قلبين الدفاع إذا كان ياسر إبراهيم وأشرف داري. هاتكلم على أشرف داري الأول. أشرف داري 6 كور التحامات ثنائية، فاز بال6 كور كاملة، و6 كور وكورة واحدة التحام هوائي فاز بيه بالكامل بنسبة 100%. هل ده مدافع يستاهل إن هو امبارح يطلع تعادل؟ ومع العلم في كورة كورنر هو طالع حاططها بالhead وحاططها حلوة في الأرض واتصدت. ياسر إبراهيم، على الرغم من إن ياسر إبراهيم في بعض من الأوقات تحس إن هو بيترَّب، بيتوتر، ليه؟ أنا مش عارف. ياسر امبارح مقدّم ماتش حلو أوي، وفي نفس الوقت أنت في كورة واحدة ممكن تنسّيك كل اللي عمله ياسر إبراهيم في الماتش. الكورة هو المفروض بيشتِّت، اتوتر مرّة واحدة، ادّاها باصة، راحت انفراد كانت ممكن تبقى الجون الأول لإنتر ميامي بمنتهى السهولة. ليه؟ ليه أتوتر وأنا لاعب 90 دقيقة حلوين؟ ما أعرفش. لو هنكمّل بقى كلامنا عن خط الدفاع، فالباك اليمين والباك الشمال امبارح في الأهلي من أسوأ باكات اللي شُفتها في حياتي. إذا كان محمد هاني اللي بقى له ناشئ بقى له 10 سنين، وإذا كان كوكا اللي بيلعب مش في مركزه، وبرضه لا ليه أي تواجد هجومي، وفي التواجد الدفاعي هو برضه مش موجود. فأنا امبارح بالعب بكوكا عشان أأمِّن دفاعي، برضه الwing وما بيلعبوش عليهم مثلًا 2 وينجات تُقال زي ما هيحصل في بورتو وزي ما هيحصل في بالميراس. الاتنين وينجات امبارح في إنتر ميامي ضعاف جدًا، وعملوا ماتش في الشوط التاني على محمد هاني كوكا. نستعرض أرقام شوية محمد هاني. برضه أنا هاقول لك معلومة صغيرة، أنا قبل ما أشوف الأرقام، الأرقام دايمًا خداعة. يعني أنت ممكن تلاقي لعيب أرقامه حلوة أوي، بس كل الأرقام دي هي باصات لورا، هي التحامات كانت ضعيفة، أو. أنا اضطريت أتفرج على الماتش كله تاني، على الماتش كله تاني من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة،
عشان وأنا باقول لك رقم، أنا متأكد من الرقم اللي أنا باقوله، وعارف أنت الرقم ده فعلًا حقيقي وليه أهمية والّا هي أرقام بتترمي وخلاص. محمد هاني. هنبتدي بالشق الهجومي بتاع محمد هاني. محمد هاني لعب عرضيتين طول ال90 دقيقة، العرضيتين غلط. 4 تمريرات طويلة لمحمد هاني، 3 غلط و1 صح، وال3 رجعوا بهجمات تاني على هنتكلم على الحالة الدفاعية، 6 تدخلات ثنائية لمحمد هاني، اترقص في 4 وعرف يستحوذ على 2 وخسر الكورة 16 مرة امبارح. عارف يعني إيه الباك اليمين بتاعك في الخط الدفاعي بيخسر الكورة 16 مرة عشان تترد عليك تاني بهجمة؟ ده الباك اليمين الأساسي عندك في الفرقة والاحتياطي أرقامه عمرها ما هتبقى أحسن منه. ده الباك اليمين اللي بيمثل الأهلي. نخش الأرقام كوكا، نخش الأرقام كوكا. كوكا مع العلم إنه لعيب نُص ملعب وبيلعب باك شمال، مش بقى له 10 سنين ناشئ في الأهلي. عمل 8 تدخلات ثنائية امبارح، خسر 4 وعرف يعمل 4. يعني أنت عندك الباك الشمال اترقص 6 مرات والباك اليمين اترقص 4 مرات أو العكس. تدخلات عالية 1 من 2. خسر الكورة 5 مرات، رجع التاني بهجمة عليه. آدي أرقام باكين الأهلي اللي رايح يلعب في كاس عالم للأندية، اللي رايح عمّال تعمل صفقات وتجيب أجنحة، أجنحة، أجنحة ولاعيبة نُص ملعب، وخط دفاعك أو بلاش خط دفاعك، الباك اليمين والباك الشمال لا يصلحوا يلعبوا في فرقة في متوسط الدوري المصري. نخش شوية على نُص الملعب. حمدي فتحي، امبارح زي ما باقول لك أول ما لقيت 2-6 في نُص الملعب قُلت واحد هيرجع لورا الليبرو هيبقى حمدي فتحي، واحد موجود قدّام اللي بيعرف يبدي الهجمة يمين وشمال يودّيها على الwing ده أو على الwing ده اللي هو مروان عطية. حمدي فتحي امبارح أنا اتغشيت فيه نسبة 100%، على الرغم من إن أنا امبارح وأنا باتفرّج أنا شايف إن حمدي عامل انتشار في نُص الملعب، بس كان انتشار كلّه غلط. أرقام حمدي فتحي امبارح في الماتش، حمدي فتحي عمل 7 تدخلات، 6 منهم على الأرض وواحدة عالية، الواحدة العالية ما جابهاش. من ال6 تدخلات اترقّص 5 مرات، 4 مرات منهم ميسي مرقّصه. ده ميسي، بس ده ميسي عنده 38 سَنة. أنا ما باتكلّمش على براين ميسي اللي كان ممكن ياخد 7 لعيبة مستريّح، أنا باتكلّم على لعيب عنده 38 سَنة، هو في الأول وفي الآخر هو ميسي، بس أنا أخُش عليه 5 مرّات أترقّص 4 بلاش. هنتكلّم إن أنت حمدي فتحي دايمًا كان عنده سِنّة هجومية حلوة أوي، بيعرف يكمّل في الهجمة وبيعرف يهدّف على الجون. كورنر امبارح ملعوب وسقطت لك قدّامك لوحدك جوّه ال6 ياردة وما فيش مدافع معاه، ليه اللهوجة واشوط على طول؟ ليه اللهوجة واشوط أي حاجة والاقيها في إيد الجون؟ مش ده حمدي فتحي اللي أنا كنت مستنيه. على العكس تمامًا بقى تعالَ نروح لمروان عطية. مروان عطية امبارح أنا قاعد باتفرّج على الماتش، ناس وهي قاعدة بتتفرّج عمّالة تقلل من اللي ما يعمله مروان عطية، وبعد الماتش كمان على السوشيال ميديا أنا شايف ناس عمّالة تقول لك إيه مروان عطية ده؟ بالنسبة لي مروان عطية هو نجم الماتش الأول امبارح. نقول واحدة، واحدة إيه اللي عمله مروان عطية في الماتش امبارح، برضه بالأرقام، وبالأرقام اللي اتشافت مش أي أرقام بتتهبد وخلاص. مروان عطية امبارح لمس الكورة 67 مرّة، عمل 48 باص، 46 منهم صح بنسبة 96%. هتقول لي طبعًا ال96% دول كان كلّهم أنا عمّال أرجّع الكورة لورا والجناب، لأ، 14 باص من ال46 باص هو لقدّام بيبني بيه هجمة الأهلي، إذا كان لبين رمضان أو على الجناب هنا وهنا إذا كان تريزيجيه أو زيزو. 14 باص، يعتبر أكتر لعيب من الأهلي امبارح قدر ياخد الكورة ويطوّر الهجمة وينقلها من تِلت ملعب الأهلي للنُص ملعب التاني بتاع إنتر ميامي.
مروان عطية لناس كتيرة مش عاجباه مروان عطية، وبيقول لك حمدي فتحي هيقعّد مروان عطية أو ديانج هيقعّد مروان عطية، وزي ما سمعت إن حاليًا رقم 6 في الأهلي هو بالترتيب ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية هو التالت، لأ. أنا باللي شُفت حمدي فتحي امبارح ده، هو ما زال 6 محترم، بس برضه مروان عطية بالنسبة لي هو أحسن 6 في الأهلي حاليًا حتى بوجود ديانج. مروان عطية ده نزّل بوست امبارح قال لك: "أنا مش هاستسلم وهاحاول أوقّف ميسي." هل أنت مش عاجبك مستوى مروان عطية ده امبارح وهو بيلعب على أعظم لاعب في التاريخ؟ أنت بتقول لي حمدي فتحي اترقّص 5 مرّات، 4 مرّات منهم من ميسي، مروان عطية امبارح اترقّص مرّتين فقط من ميسي في 8 تدخُّلات، 8 تدخُّلات فقط، 2 اترقّص والباقي عمل 7 فاولات وخَد إنذار، بس قدر يوقّف بنسبة كبيرة خطورة ميسي. ده أرقام 2، 6 عندك، نبتدي نشوف بعد كده بن رمضان واللي نزل مكان إمام عاشور، عشان إحنا مش هنقدر نتكلم على إمام عاشور كتير، لإن هو ما لعبش تقريبًا غير ربع ساعة. بن رمضان، أنا مش قادر أحدد بن رمضان اللي أنا قعدت أجري وراه 3 سنين أقول صفقة بن رمضان جاية الأهلي، صفقة بن رمضان جاية الأهلي، أنا مش قادر أحدد هو لعيب كويس والّا وِحِش. امبارح ماشي، نسبة تمريره 100%، 17 تمريرة من 17 تمريرة، لو أنت وأنت بتتفرّج على الماتش فاكر له تمريرة واو وأنت بتتفرّج، قُلت إيه ده إيه الباصة الحلوة دي، قُل لي، هل أنت وأنت بتتفرّج على بين رمضان امبارح شايف إن ده اللعيب اللي هينقل لك الكرة دايمًا من نُص الملعب الدفاعي لنُص الملعب الهجومي أو بيستلم من ال6 أو بيضُم على الوناج عشان يعمل خطورة؟ أنا ما شُفتش الكلام ده، أنا ما قدرتش أشوف ده امبارح خالص. بساطتك صحيحة 100% بس ولا واحدة عملت الخطورة غير تقريبًا واحدة اللي راحت انفراد. أنت فاكر حاجة غير كده؟ قُل لي وفي الكومنتات تحت موجودة ونتناقش أنا وأنت، قُل لي لأ ده بن رمضان عمل 1، 2، 3، 4 ومع ذلك تغيير ونزول قفشة كان تغيير غلط. إمام عاشور ربنا يرجّعه بألف سلامة، كسر في الترقوة، البطولة بالنسبة له كده انتهت، ما ليش غير تعليق واحد عليه، يا إمام لمّا الكورة تيجي لك انفراد، الكورة دي جون، خلّصها، كورة وجات لي انفراد، إذًا الكورة دي جون، الجون وأنت رايح هو عارف ومتأكد إن أنت هتحطها في البعيدة. هو متأكد أنت داخل أنت رايح تحطها في البعيدة، حط لك رجله، ترجع بألف سلامة. ومن هنا نقول الحاجة التانية اللي ما زالت بتتعمل غلط من أيام كولر وعماد النحاس ولسه موجودة لغاية دلوقتي، ومشكلتها أوي مش مشكلة مدرب على قد ما هي مشكلة quality لعيب. الخروج بالكورة من خط الدفاع لنُص الملعب وتطوير الهجمة للجنبين أو الهجوم. من ساعة ما محمد عبد المنعم خرج من الأهلي وأنت مش عارف تعوّضه بأي مدافع تاني عارف يطلع لك بالكورة صح من ورا لقدّام، امبارح ياسر وأشرف داري هي باصة واحدة، أنا لا أظن إن أشرف داري ادّى باصة لمروان أو ياسر إبراهيم ادّى باصة لمروان أو لحمدي، كل باصات ياسر امبارح وأشرف داري يا للشناوي، يا لكوكا، يا محمد هاني، اللي مش عارفين يتصرّفوا وينقلوا الهجمة لقدّام، فأنت عقبال ما بتبني هجمتك الفرقة اللي قدّامك بتبقى رجعت وقفّلت عليك 100%. شوف كده الماتشات بتاعة مارسيل كولر وشوف برضه ماتش باتشوكا اللي فات والماتش بتاع امبارح، ما فيش هجمة أنت عارف تطلعها من نُص الملعب، ليه؟ عشان ما فيش مدافع من الاتنين المدافعين اللي في قلب الدفاع عارف يطلع لك بالكرة صح من ورا. كله خايف يعمل الباصة الغلط أو كله خايف يعمل طويلة مضبوطة، لإن هي مش هتوصل، لإن هو ما عندوش المَلَكة دي، ودي quality مدافع مش موجودة حاليًا في الأهلي ولازم تبقى موجودة. شُفتها سِنّة في أحمد رمضان بيكهام في ماتش باتشوكا اللي فات، واستغربت إن هو ما بدأش بيه النهارده، خوف، خوف إن هو يبدأ بأحمد رمضان بيكهام النهارده، لا ياسر إبراهيم
ولا أشرف داري عنده المَلَكة دي تمامًا. فأنت كل ما بتطلع بالهجمة أنت بتطلع على الجنب، الفريق اللي قدّامك حفظك، حفظ إن أنت لازم اللعيب ده هيباصي لده، ولازم ال8 هيضم يعمل ال1 2 مع الwing، وده اللي حاول يقفله عليك إنتر ميامي امبارح، ولولا جودة اللعيبة بتاعة تريزيجيه ومن الناحية التانية زيزو، أنت ما كنتش عرفت تطلع بالهجمة، لإن أنت كان بيضم رمضان يعمل ال1 2 وبيضم الناحية التانية إمام عاشور قبل ما يطلع، بعد كده ما نزل زيزو كان بيحاول يعملها فردي أو بيحاول يضم مع حمدي فتحي أو برضه مع بين رمضان. هنبتدي نخش على اللعيبة الهجومية في الأهلي شوية، ومين برضه عمل إيه مع بعضيه. هابدأ بوسام أبو علي. وسام أبو علي أرقامه اللي أنت ممكن تشوفها هي ما تبيّنش اللي عمله وسام أبو علي في الملعب امبارح تمامًا. وسام أبو علي امبارح هو عارف يفضّي المساحة إذا كان لتريزيجيه أو لزيزو عشان يبتدوا يخشوا هم ويشوطوا على الجون، ومفضّي المساحة للي جاي من ورا إذا كان بن رمضان، زي الكورة اللي أنت شُفتها راح انفراد وضيّعها وطلعت offside. الكورة الوحيدة اللي أنت رُحت بيها على الجون وعرفت تحطها في الجون، للأسف طلعت offside، كان وسام أبو علي لإن هو الfinish عنده دي المَلَكة رقم 1 عنده، هادي على الجون وهو رايح وعارف هو بيعمل إيه وهيحطها إزاي. لكن إذا كانت بين رمضان أو إذا كان إمام، أنا رايح باحطها في الجون، في جسمه، قادر دايمًا ياخد لك مدافع أو 2 ويحطهم في ضهره ويحاول يلف ويباصي الكورة إذا كان يمين أو شمال. اللي زاد عليه بقى كمان امبارح الكورة اللي طلّعها في الدقيقة الأخيرة backward داخلة في الجون، الكورة معمولة lob لولا وجود وسام أبو علي كانت الكورة دي جون. زيزو. زيزو عشان هانهي بالسُكّرة تريزيجيه. زيزو امبارح أنا اتخمّيت فيه بنسبة كبيرة، وهاقول لك ليه. زيزو امبارح أنت عارف إنه أنت بتجيبه في الزمالك أو من الزمالك، زيزو في الواحد على واحد مش حلو أوي، بس زيزو ادّي له مساحة وخلّيه يرفع الرفعة جون، جميل. زيزو امبارح قلب اللي أنا باقوله ده، زيزو امبارح عامل 7 رفعات 3 منهم صح و4 غلط. تعالَ في الواحد على واحد، زيزو دخل واحد على واحد 4 مرات، 3 صح و1 ضربة جزاء، 3 فاولات، الرابعة ضربة جزاء، ال4 عرف يعدّي لولا إن هو بيتشد. زيزو اللي ما بيعدّيش واحد على واحد، زيزو اللي كل الناس امبارح بتقول لك زيزو ده أوحش لعيب في الملعب وإيه اللي أنتم جايبينه ده، وهُم شوية بهايم ما يعرفوش عن الكورة غير إن هي مدوّرة. زيزو امبارح واحد على واحد، 4 من 4 ضربة جزاء، وتعامل مع الكورة بتاعة ضربة الجزاء هو أهدى تعامل في كل هجمات الأهلي اللي اتعملت في الشوط الأول. أنا رايح خلاص أنا مقفولة، ما أنا لو شُطت هتيجي في رجل اللعيبة زي ما عمّال يحصل، لأ أنا آخُد على اليمين وأفتح لنفسي وأشوط، ما لهاش حل تاني غير إن أنا أشدّه وضربة جزاء ياما كانت الجون الأول للأهلي. وبعد كده يقول لك زيزو وِحِش، تاني شوية بهايم ما يعرفوش على الكورة غير إن هي مدوّرة. يتفضّل لنا بقى حتّة الكريزة، تريزيجيه ما قبل ضربة الجزاء حاجة، وما بعد ضربة الجزاء حاجة، والاتنين فيهم نفس المشكلة، الأنا. الفترة اللي فاتت مع كولر كان إمام عاشور في نفس الحتّة شوية، أنا هاخش واعتمد على نفسي واكسر واشوط ومش هاباصي غير لمّا اتزنق، ده نفس اللي كان بيعمله تريزيجيه امبارح. تريزيجيه امبارح 6 مرات بيحاول يخش يرقّص، عرف يرقّص في 3 اتقطعت منه في 3، بس هو فعلًا ما بيباصيش غير لو اتزنق. أنا عايز يبقى أنا أول لعيب جِبت جون في كأس العالم للأندية، إيه اللازمة، إيه الفايدة؟ بُص يا تريزيجيه، الأهلي جايبك عشان عايز يرفع إن أنت ترفع الفرقة، إن أنت تلعب مع الفرقة، إن أنت تبقى نجم الفرقة في الحتّة دي، لكن لو جاي عشان أنا وأنا اللي عايز أظهر لوحدي، أنا مش عايزك. أنت من أمهر اللعيبة في مصر أنا عارف، وأنا باحبك جدًا وأحسن لعيب جه وينج شمال لسنين، ماشي، بس لو جاي عايز تظهر عشان كلمة أنا لأ خلّيك. أنت واحد جاي ب4.5 مليون دولار
وفي الآخر أنا باتعادل ماتش بسبب ضربة جزاء أنت مُصمِّم إن أنت اللي تلعبها، رغم إن المنفذ الأول لضربة الجزاء وسام أبو علي، وبوجود زيزو اللي هو من أحسن منفذي ضربات الجزاء في مصر حاليًا. الغريبة معايا في الموضوع ده إن وسام أبو علي بَص على الدكة، اللي هو أعمل إيه؟ ما حدش من على الدكة قام يتكلم، لا خوسيه روفيرو قال لك لأ سيبها مثلًا وادّيها لوسام، ولا البهوات عماد النحاس ولا محمد يوسف اتدخّلوا في الموضوع، عشان في الآخر برضه أنا باعمل نفس الأخطاء وباتعادل قدّام إنتر ميامي، لا اتعلمت من أخطاء باتشوكا وأنا دخّلت عمر كمال المَرّة اللي فاتت يشوط ويضيّعها، وما اتعلمتش من قبل كده إن اللي بيتخانقوا على ضربات الجزاء الضربة دي بتضيع. الحاجة التالتة، إيه اللي ما زال بيعمله الأهلي من أيام مارسيل كولر وما زالت الأخطاء هي. كل مدرب لمّا بييجي يلعب ماتش كبير بيحاول دايمًا يحط سيناريوهات للماتش ده. قُل لي أي ماتش كبير الأهلي في آخر سنتين 3 أنت كنت بتلعبه بسيناريو. وأنت حتى بتكسب الوداد في المغرب أنت ما عندكش سيناريو والجون جه من مهارة فردية لعلي معلول ومحمد عبد المنعم. قُل لي كده السيناريو اللي كان محطوط في ماتش صن داونز. قُل لي السيناريو اللي كان محطوط في ماتش امبارح لو الماتش عمل معاك زي كده وابتديت بقى إن أنت عايز تغيّر وعايز تطوّر من الفرقة. دايمًا ما فيش سيناريو واضح للماتش، وكل حاجة يالّا على البركة. ودي الحاجة التالتة اللي ما زالت موجودة أخطاء في الأهلي من 3 سنين. ما فيش مدرب بيرسم سيناريو للعب. عشان امبارح أنا إمام عاشور يتصاب، بانزّل زيزو، وبالاعبه 8 ما بالعبوش wing. أنت امبارح اتفرّج على زيزو، هو مرات قليلة أوي اللي كان في الناحية اليمين، وكل المرات هتلاقيه 8 من تحت تريزيجيه، وهناك الناحية التانية بن رمضان. هل ده السيناريو اللي أنت كنت حاطّه في دماغك، والّا أنا لمّا إمام اتصاب لأ نزّل زيزو مكانه 8 على طول؟ بقية التغييرات، أنت طلّعت تريزيجيه اللي خرج من الماتش تمامًا بعد ضربة الجزاء اللي ضيّعها، وده تغيير كان صح، بس في نفس الوقت اللي نزّلته مكانه غلط. أنت دلوقتي إنتر ميامي من الشوط التاني وهو ضاغطك بنسبة كبيرة في نُص ملعبك، ففي مساحات في ضهر إنتر ميامي. مين اللعيب رقم 1 اللي بيعرف يستغل المساحات في ضهر المدافعين في الأهلي؟ أشرف بن شرقي. أنت برضه جايب لعيب محترف وجايب لعيب رتمه عالي وجايب لعيب لمسته للكرة عالية عشان في وقت زي ده أنا محتاج أنزّله. ظهرت مساحات في خط ضهر إنتر ميامي، يبقى الطبيعي إن أنا لمّا باشيل تريزيجيه بانزّل بن شرقي. هل أنت كنت شايف امبارح إن تريزيجيه عامل مساندة دفاعية مع كوكا؟ لأ. يبقى إيه المشكلة ما أنت كده بن شرقي ما بيدافعش ما تسيبه ينزل، ما تسيبه يمكن يخطف له واحدة جارية، مهارة، ترقيصة ويروح بيها. لكن أنا امبارح باشيل تريزيجيه وانزّل حسين الشحات. خروج تريزيجيه صح، نزول حسين الشحات غلط. طلّعت بن رمضان ونزّلت قفشة. إيه اللي أنت شايفه الإفادة اللي ممكن هيدّيها لك قفشة عن بن رمضان؟ قفشة امبارح نازل فعليًا بيبطّئ كل هجمات الأهلي. ما فيش هجمة نزلها قفشة وطلعت سريعة على طول، لأ أنا باخد الكورة وبارجع وبالِف. في لعيبة بتعمل كده، بس هي بترجع تلِف عقبال ما الفرقة تبتدي تطلع معاك. قفشة مش كده. أنا ما شُفتش أي إفادة امبارح كان ممكن يدّيها لي قفشة زيادة عن بن رمضان. زيزو لعب 65 دقيقة، بعد كده قُلت لأ يالّا يا زيزو هاخرّجك. هل زيزو غير قادر إن هو يلعب ال90 دقيقة كاملين؟ عشان أنزّل مكانه طاهر. زيزو بقى على عكس الناحية التانية كان بيقدّم المساندة الدفاعية للباك اليمين، وأنت أكيد منزّل طاهر عشان هو لعيب تكتيكي منتظم جدًا في حركته، فأنت لمّا بيهاجم بيرجع بعد كده يسِد الناحية الدفاعية. طب ما أنت زيزو كان مقدّم لك نفس الموضوع في الشوط التاني اللي ما كنتش بتلعب بيه 8، اللي كنت بتلعب بيه wing. إيه الاستفادة من التغييرات اللي أنا عملتها؟ شِلت وسام نزّلت جراديشار. هو أنا بالنسبة لي إن أنا لمّا باعوز أعمل حاجة بتبقى مركز بمركز؟ يعني أنا دلوقتي راسم سيناريو بالنسبة لي، فأنا اللعيب ده تعب بس والنبي أنا هاشِد وأنزّل لعيب تاني. ما فيش أي فكر في دماغي إن أنا ممكن ألعب في الخطة وألعب في اللعيبة،
واخلّي لعيبة مكان لعيبة عشان ما يبقاش دايمًا نفس اللعيب هو اللي رايح على نفس المدافع. عريس الليلة، حسين الشحات، قعد يقول لك: أنا مظلوم، أنا إزاي ما بالعبش في الأهلي، أنا إزاي الwing التالت في الأهلي. ها إيه رأيك بقى في اللي أنت عملته امبارح؟ برضه حسين المونديالي عايز تثبتها اللي هو أنا مسجّل في 4 بطولات كاس عالم أندية مختلفة، فأنا عايز أسجّل في ال5. هو ده كل اللي أنت بتفكّر فيه؟ الكرة حاليًا اللي أنا باعرضها دي 4 مهاجمين للأهلي على 2 مدافعين، منهم اللي ناحية اليمين ده هو برّه خلاص الهجمة، لإن هو ما ضغطش على حسين ومش عارف لو ضغط هيترقّص، بقى مدافع على 3 مهاجمين غير اللي معاه الكورة، لا ادّاها لقفشة عشان يطلع انفراد، ولا ادّاها للبعيد لطاهر عشان يطلع انفراد، وفي الآخر بعد ما الهجمة طلع بيها لقدّام شوية وقفشة اتزنق، طاهر خلاص فاضي أهو، ولا عرف برضه يدّيها لطاهر واتقطعت والحكم صفّر. حسين الشحات ده وقفشة وجراديشار وطاهر لسه نازلين في آخر ربع ساعة في الماتش، عارف بقى مين المدافع اللي بيجري معاهم ده؟ ده الأسطورة، ده أعظم لاعب في التاريخ، اللي بيجري وما فيهوش إيجو الأنا وعايز ألحق فرقتي عشان ما اتغلبش، اللي بيجري ده ميسي اللي عنده 38 سنة، اللي بيلعب من أول الماتش، اللي بيجري المدافع اللي سبب تعطيل الهجمة واللي خلّى الهجمة دي ما كملتش، ده ميسي اللي عنده 38 سنة، اللي خلّى الكرة دي تتقطم. اللي بيلعب من أول الماتش ودول نازلين آخر ربع ساعة كلّهم. عندي حاجة أخيرة هاتكلمها على خوسيه ريفيرا، أي حد ما زلت باقول أي حد ما زال بيتكلم على خوسيه ريفيرو حلو والّا وِحِش، ده ما بيفهمش حاجة وبرضه عايز لقطة، بس أنا لمّا هاتكلم عن خوسيه ريفيرو دلوقتي زي ما اتكلمت على لعيبة الأهلي، هي في 90 دقيقة قدّام إنتر ميامي، في 90 هاحلل اللي هو عمله في 90 دقيقة قدّام إنتر ميامي فقط في ماتش. بداية التشكيل من وجهة نظري كان غلط، والتبديلات 90% منها غلط، تكتيك اللعب اللي هو لعب بيه صح، وتكتيك اللعب يختلف عن التشكيل، أنت هنا بتتكلم في تشكيل 4 2 3 1 واللعيبة اللي هو نزّلها عشان تعمل له الفكر اللي هو عايزه، ده كان غلط، تكتيك اللعب نفسه اللي هو حَب يلعب بيه إن أنا باطلع بالكورة على الجنب على الwing وباعمل one to hat وأعدّي وابتدي أروح من الجنب وأخش على نُص الملعب وأشوط يدّي للمهاجم، ده كان صح. إن أنا بالعب medium block من نُص الملعب من التِلت التاني للملعب وما باقابلش من قدّام، لإن أنا لسه البدني بتاعي مش حلو، ده صح. وده نجح، لإن أنا مش هانزل أقول لتريزيجيه أشوط الكورة ضربة الجزاء إزاي؟ بغض النظر إن أنا الطبيعي كنت أطلع من برّه، لأ أنت الكورة دي بتاعة وسام، وسام اللي يشوط. فرّق ما بين اللي اتعمل صح واللي اتعمل غلط. أنا وصلت بتكتيك إن أنا وصّلتك بالكورة في شوط واحد 4 انفرادات وضربة جزاء. أنا مش مسؤول إن اللعيبة دي بتضيّع في تاني ماتش ليّا. لا أنا هانزل أقول لإمام يشوطها إزاي، ولا هانزل أقول لبن رمضان أقف إزاي عشان أكسر التسلل، ولا هاقول لتريزيجيه يشوط ضربة الجزاء إزاي، ولا هاقول لحمدي فتحي ما يتوتّرش ويشوط. ولا هاقول لحسين الشحات افضل ماشي بالكورة لغاية ما تتقطع منّه، لكن تكتيكيًا في الشوط الأول أنت ما اديتش أي فرصة لإنتر ميامي، رغم إن أنت هُم عارفين إن أنت هتطلع بالكورة على الجنب اليمين والجنب الشمال مش هتطلع من نُص الملعب، بس برضه تكتيك نجح، تشكيل غلط، تغييرات غلط، وده اللي وصّلنا امبارح إن إحنا اتعادلنا مع إنتر ميامي، ودي ال3 أخطاء اللي ما زالت بتتعمل، واللي أنا ما أعرفش لسه هتتصلّح إمتى، وهتتصلّح في المُطوشة الجاية دي والّا لأ. ماتش بالميراس هيبقى ماتش صعب أوي، وماتش بورتو هيبقى أصعب منّه. حظوظ الأهلي في التأهُّل لو اللعيبة ما استرجلتش، انسى.
أنت كده بقيت عشان تصعد مضطر تغلب بالميراس، هتعرف تعملها؟ لإن أنا بالنسبة لي ماتش بورتو منتهي، مش هتقدر يعني أنت ما عرفتش تجاري إنتر ميامي بميسي، ما أظنش إن رتم لعبك هيعرف يجاري رتم لعب فريق أوروبي زي بورتو. النهارده هيتلعب الماتش التاني ما بين بورتو وبالميراس، هنقعد نتفرج عليه برضه، وهيبقى في ماتش باريس وأتلتيكو مدريد، وماتش البايرن تقريبًا وأوكلاند سيتي. كل ما هيحصل حاجة مهمة في البطولة، وكل ما هالاقي إن في ماتش محتاج إن أنا أوريه لكم ونستمتع بيه سوا، هاعمل لكم حلقة في مجموعة حلقات The Master بيحلل كأس العالم. استمتع بالبطولة، استمتع بلعيبتك اللي وصلت للبطولة، إحنا كلنا متضايقين من جوانا عشان إحنا كنا شايفين إن إحنا الأحق إن إحنا نكسب الماتش ده، لكن في الأول وفي الآخر استمتع، دي بطولة أول مرّة وكل مرّة هتبقى بعد 4 سنين، استمتع باللحظة اللي أنت فيها دلوقتي، اعمل اللي أنت عايزه يا أهلي، أنا في ضهرك، أنا لا أكتر ولا أقل، أنا نور بينوّر لك لمّا يقول لك إن في حاجة غلط بتحصل، ومهما حصل الأهلي ده في قلوبنا، الأهلي فوق الجميع.